ما طلعتش راجل وورتني ايام ذل. هدير عبد الرازق فتحت جوزها الخمسيني. اتجوزتني بدبلة ب2000 جنيه يا راجل يا عجوز. انت ما تسواش ربع جنيه في سوق الرجالة، والايام الجاية هعرف الناس اصلك. البلوجر هدير عبد الرازق مسكت طليقها فايز فتحي ومرمطت بكرامته الارض في لايف على صفحتها بعد عمايل مراتاته التلاتة التانيين فيها. لو ما تعرفش هدير، فهي بلوجر متخصصة في الفاشن والميك اب، وبتشارك حياتها اليومية على طول مع المتابعين عندها على الصفحة، وبتدي نصايح للبنات طول الوقت. هدير قالت انها تعرضت لظلم شديد وحملات تنمر من مراتات طليقها التلاتة، وقالت انا عارفة ومتأكدة ان مرات طليقي هي اللي دخلت وكتبت لي تعليق سخيف على اللايف بتاعي. عارفين شغل ضربني وبكى وسبقني واشتكى؟ شغل صهاينة بالظبط. وطليقي اتصل بيا الفجر بيردح زي العاهرات بالظبط. ووضحت هدير تفاصيل مكالمتها مع طليقها، وقالت دخل يكلمني بأسلوب قذر. كل اللي قلته له بدل ما تسمع من طرف واحد، قول لمراتك الحلوة عيب، بدل ما تعمل اكونتات فيك وتقعد تقل في ادبها وتشتمني. وقال لي هي ما بتعملش اكونتات فيك ولا بتتابعك اصلا. كمان قالت انا لما دورت وجبت لوكيشن الاكونت اللي بيبعت الرسايل دي، لقيته بيته في شارع العريش ونفس العمارة ونفس الشارع، ناقص يجيب لي رقم الشقة. هدير عيطت وهي بتتكلم وقالت انا مش هسكت على حقي تاني، وما بيننا المحاكم. يكفي اني اتحملتك سنين، قطعت اهلي واخواتي عشانك، رغم اني من الكلام اللي كان بيتقال عنك كنت بتكسف اقول اني على ذمتك من قذرتك. وزودت من هجومها عليه وقالت عمرك ما كنت راجل، كنت مترتاح زي العاهرات الشراشيح بتوع الحلمية، ما كنتش تسوى ربع جنيه في سوق الرجالة لحد ما اتجوزتك. ممكن اوري الناس كل حاجة واعرفهم انت بتعمل ايه، وكنت بتسيبني في العربية في ميدان عابدين وتعمل ايه. انا شفت معاك ايام الكحرطة والفقر، ومش فارق معايا لو طلعت تتكلم عليا. تفاصيل معاناة هدير بسبب جوزها كشفتها وقالت كفاية العلاج النفسي اللي اتعالجته بسببك لمدة 1.5 سنة كاملة، غير السواد والأسحار والأعمال اللي كنت بتعملها، ومش هطلع واتكلم إلا وأنا على حق وعلى أرض ثابتة. معايا فيديوهات وصور وفضايح، وهعرف الناس كلها أصلك إيه. إحنا كنا عايشين على السلف في الوقت ده، وشغلي هو اللي وقفنا على رجلينا. ده انت كنت خاطبني بدبلة ب2000 جنيه يا معفن. وكملت في كلامها عن رحلة معاناتها وقالت شفت أيام ذل معاك، واستحملت كمية تنمر وقلة قيمة ليا ولأهلي، وأختي لحد دلوقتي مستعرية مني بسبب إني اتحطيت على اسمك، ولسه بعاني إني كنت على ذمتك وما شفتش منك حاجة عدلة، وربنا مش هينولك تكسرني ولا تأذيني. هدير كانت اتعرضت لهجوم وتنمر شديد بعد ما نشرت سيشن حفلة جوازهم، وناس كتير قالت لها ازاي تعملي في نفسك كده وتتجوزي واحد قد ابوكي، وحذروها من المصير اللي هي تعرضت له دلوقتي.